كارثة في الرنجة ممكن تقلب يومك. عارف دودة الرنجة أو المتشخسة أو أنيساكيس؟ دي مش شتيمة، دي دودة فعلة، نوع من الديدان الطفيلية اللي بتعيش جوه الأسماك البحرية، خصوصا الرنجة المدخنة اللي بنحبها. الدودة دي بتدخل جسمك لما تاكل رنجة مش متعالجة صح، يعني مش مستوية أو متدخنة على البارد. وعلشان تبقى في الصورة، التدخين البارد بيتم على حرارة قليلة، حوالي 30 درجة، ولساعات طويلة، يعني الرنجة في الآخر بتكون شبه مش مستوية بس بطعم مدخن. أما التدخين السخن ده بيوصل ل 80 درجة تقريبا وبيطبخ الرنجة فعليا، بس بيقلل شوية من الطعم المدخن. السؤال المهم، التدخين بيقتل الديدان؟ الإجابة لا خالص. يعني ممكن تاكل رنجة شكلها جامد بس فيها ديدان لسه عايشة. وعلشان تتجنب الكارثة، جمد الرنجة في فريزر قوي على 30 درجة مئوية تحت الصفر لمدة يوم كامل قبل ما تاكلها لو مش هتطبخها. لو أكلتها وهي فيها الدودة ممكن يجيلك تسمم أنيساكيس، وده بيسبب مغص غثيان، وفي بعض الحالات ربنا ما يكتبها على حد، انسداد أو التهاب في الأمعاء. الحل، جمد الأكل كويس أو اطبخه كويس، متخليش الطعم يضحك عليك. ولو حابب تعرف أكتر عن قوانين سلامة الغذاء في مصر بخصوص الرنجة، اكتب لي في الكومنتات وهنزل بكل التفاصيل.